بطننا نشفت يا اخواتي. ما دام عملت الاكله دي اعرفوا ان انا خلاص يعني استقنيصت في البيت، وهبتدي ان انا انطلق بمشيئه الله، وما تقلقوش هخلص اللي ورايا، بس واحده واحده وعلى الهادي يا زبادي. محدش بيجري ورانا يا اخواتي، ولا حد واقف لي كده بالمرصاد يعني. ان انا لو ما خلصتش الفرش في وقتها هيحصل حاجه او لا، عادي براحتي. انا محبب معايا والله ان انا اقعد افرش كده واقعد تاتا تاتا. يعني ده اللي انا الاحساس اللي جاي لي لغايه اما الاقي ربنا كرمني وفجاه كده حاجتي من غير ما ارصها ولا افرشها بنقل في مكان جديد. انتوا متخيلين انا واصله لفين؟ طموحاتي بقت عاليه قوي. بس انتوا اللي موصلين لي للمرحله دي، ان شاء الله اللي جاي احلى، وبمشيئه الله ربنا هيكرمني ببيت حلو. انا مش عايزه استعجل، عشان يعني لما اصبر كده اخد حاجه حلوه بقى، يبقى ربنا عين لي حاجه كده كويسه، وربنا يجعلها من نصيبي بمشيئه الله. المهم يا اخواتي، عاوزاكم تحطوا لايكات كتير وتشيروا الفيديو في كل مكان، ولو انت جديده يا ست الكل تشتركي في القناه وتفعلي زرار الجرس عشان يوصلك زوروته من قناتي اشعار بكل لايف او بوست او فيديو جديد بمشيئه الله هقدمه معاكي الفتره الجايه. انا عارفه ان انت زهقتي من فرش الدواليب زي حالتي، وانا والله العظيم كمان زهقت من كميه الشنط اللي عندي اللي محتاجه تترص، بس بقول الله المستعان يعني، عادي بقى فتره وهتعدي، وبعد كده هننسى الكلام ده خالص. المهم دخلت على المطبخ وقررت ان انا اعمل اكل، وقلت انا وحظي ونصيبي، يا صابت يا خابت. ليه بقول كده؟ مع اني متمكنه في الاكله دي وبعملها معاكم كتير، والحمد لله الناس اعتمدتها بطريقتي، لان المكان جديد عليا، فحاسه ان انا مش عارفه اظبط فيه حاجه. يعني وقفتي في المطبخ مستغرباها، ايدي مش واخده على مكان الحاجه. لما باجي اجيب حاجه من مكانها بفتكر الاول هو انا كنت رصت الحاجه ازاي او حاطه حاجتي فين. يعني ده كله هيبقى فتره مؤقته او احساس لفتره معينه، وبعد كده هيتغير، وهتلاقوني بعد كده ان شاء الله لهلوبه بقى. بس بصراحة يعني في حاجات مش مريحاني في وقفة المطبخ هنا، بس ان شاء الله يعني ايه هتأقلم معاها عادي، يعني هي هتاخد مني مجهود زيادة بس عادي بقى. المهم فضلت خيركم بقى كده، مسكت طبق، انا معايا طبقين من الفراخ البانيه، مسكت اول طبق وابتديت ان انا اقطعه كده زي ما انتوا شايفين شرايح كده بالطول، وغسلته على فكرة بالملح، وشطفته كويس جدا، وبعد كده سبته ان هو يتصفى براحته. ومكان الرخامه مكان ما اشتغلت غسلت ورايا على طول، يعني نضفت ورايا اول باول، غسلت الرخامه صبنتها ورحت منشفاها بالفوطه، وبدات ان انا اكمل. حطيت بقى التوابل بتاعتي كده على الفراخ. اول حاجه طبعا نزلت بشويه زيت واديتها صدمه، وبعدين نزلت بالتوابل بتاعتي عباره عن ورق لوري وحبهان وكاري وكركم وبابريكا وبصل بودر وتوم بودر وفلفل اسمر. دي التوابل كلها اللي انا بحطها. وبعد كده رحت حاطه ايه بقى، بصل اللي هو متقطع جوليان، وبعد كده برضو اديتها تشويحه، وهحط لهم بقى شقشيق ميه صغيرين يستووا عليهم، وهسيبها بقى تستوي براحتها، لان لحم الصدر بياخد سوا شويه. تمام كده. بعد كده بقى بدأت يعني قلت عبال ما تستوي واكمل بقيه الوصفه الجميله بتاعتنا دي. اللي متابعني كويس يبقى عارف جوزي مسميها ايه. بدأت ان انا افضي الحوض عشان اي حاجه يعني اعزكم الله يعني تتوسخ مني اغسلها على طول، وما كربست على نفسي مواعين كتير. بصوا بنات، هو الرخامه ان هي يعني ايه، مش عارفه اجيبلكم، ملهاش وزره كده من قدام زي الرخامه اللي كانت في شقتي، فمتعبه شويه في غسيل المواعين. وبتبهدل الدنيا، ولو ما كنتش حريصه وانا بغسل المواعين وبشطفها هلاقي المطبخ عام معايا ميه بسرعه، فلازم اخد بالي عشان كمان الطرطشه بتاعه الميه. طبعا هي ملهاش حل، فان شاء الله هتأقلم، يعني هي محتاجه مجهود شويه بس ما علينا، كل ده ان شاء الله مع الوقت هيتظبط. ابو عمر يعني كتر الف خيره، حاول ان هو يصلح لنا الخلاط ده ويربطه، قال لي مش نافع، لازم سباك عشان هو اللي هيعرف يعملها، هو بقى اللي هيجيبه يعني. اتصل بحد وصراحة ما لقاهوش، فاجلناها شويه. فالمهم هو محتاج تقريبا ان هو يتربط من تحت او حاجه زي كده، هما بيبقى ليهم بقى شغلهم وفاهمين فيه، عشان بس ما يتحوتش كل شويه ويعني هو حادف كده او مربوط بطريقه غلط مش عارف. فده طبعا مأثر عليا انا في وقفه المطبخ شويه، يعني ابسط حاجه بعملها بلاقي ظهري يوجعني فيها. فان شاء الله ده برضو كله هيتظبط مع الوقت واحده واحده. المهم بقى يا بنات خلاص كده، عشان ما كسلش واسيب الاكل بقيته في التلاجة من تحت ولا يبوظ او يجرى له اي حاجه. انتوا عارفين الاكل دلوقتي بقى غالي،
قررت ان انا اجهز اكل برضو على السريع كده ينفعني في التلاجة، ودايما بعمل الحركة دي معاكم. بصراحة بتوفر عليا وقت ومجهود كبير. جبت بقى العلبة بتاعتي وقشرت كده بصلاية وسط وشطفتها، طبعا غسلتها كويس، يعني انا مختصره لكم كتير من الفيديو. وبدات ان انا بقى احط التوابل بتاعتي عليها، ملح، فلفل اسمر، وشويه من البابريكا. انا مش بحط شطه عشان خاطر الاولاد. وبعد كده بدات انزل بقى بالفراخ، برضو كنت غسلاها كويس وغسلتها بملح وكنت سايباها تتصفى، وبعدين تبلتها بالشكل اللي انتوا شايفينه. لما بحب بقى ازود في التتبيله شويه بحط برضو بصل بودر وتوم بودر وشويه من الكاري، وبرضو بيبقى طعمها حلو بس لونها بيبقى متغير، فانا حابه ان هي تبقى يعني عادي، لو انا عايزه ادوق طعم الفراخ بس مش عايزه اي نكهه تاثر على طعم الاكل، فاهمين الفكره؟ بس كده بدأت بقى بعد كده اشتغل في البشاميل على طول. طبعا كنت سلقت المكرونة وسبتها ان هي تبرد شوية، وبدأت اعمل معاكم البشاميل. انا هعمله بزبدة بس، مش هحط اي اضافات تانية عليها. لو انت حابة بقى ان انت تعمليه مثلا تخلطي ما بين الزبدة والزيت او زبدة وسمنة براحتك، انا بعمله بزبدة بس عشان بحس ان هي بتبقى خفيفة، عشان لسه بحط لها دسم تاني، يعني لسه بزود المواد الدهنية بس بطريقة تانية مختلفة. المهم يا بنات، انا الوهله كده فكرت ان انا حاطه زبده قليل، اتاريها ما كانتش قدحت معايا كلها، يعني ما كانتش كلها ساحت. بعد كده نزلت ب5 معالق كبار من الدقيق، وببتدي ان انا اشوحهم شويه مع الزبده، وبعدين نزلت بقى باللبن. اول ما ابتدى البشاميل يتقل معايا شويه، وانا مش عاوزاه يبقى تقيل قوي، عاوزاه يبقى خفيف زي ما احنا اشتريناها من بره، يعني ابو عمر كان طالبها من خبزينه، مش عارفه انتوا عارفينه ولا لا، بس يا بنات حلوه قوي قوي، والبغاشه بتاعته جميله، والفطاير بتاعته الحدقه حلوه برضو عجبتني. جربنا من عنده كذا حاجه بصراحه تحفه، فجاب من عنده النجرسكو، بس برضو انا شايفه نفسي بعملها علم، معرفش ليه، يعني اعوذ بالله من كلمه انا، بس بصراحه تحفه، يعني حاجه البيت لا يعلى عليها. المهم يا بنات، زودت بقى القشطه زي ما انتوا شفتوا كده. طبعا انا مقلله المواد الدهنيه في الاكل، بس القشطه بتديني دسم وبتخلي طعمها غني اكتر. بس بعد كده بقى بدات احط نص المكرونه في الصينيه اللي هشتغل بيها، ونزلت بحوالي 3 معالق او 4 معالق كبار كده من البشاميل، وابتديت ان انا اقلبها كويس، و هفردها بقى كده حلو، وانزل بالفراخ اللي هي الشاورما. كان عندي فلفل الوان وفلفل رومي، ونسيت خالص اقطع عليها، معرفش ازاي، كنت مستعجله صراحه. وحركتي، يعني انتوا بتقولوا في الطبيعي انا حركتي بطيئه، انا في اليوم ده حركتي كانت ابطأ، لاني كنت قبليها بيوم مظبطه معاكم الدولاب بتاع غرفه النوم، فكنت مرهقه، يعني كنت تعبانه جدا صراحه، فحركتي كانت تقيله، اللي هو انا اصلا مش قادره اعمل حاجه، فبعمل حاجه على اقل من مهلي. وبعدين عادي يا اخواتي، ما تحسسنيش ان انا سلحفه كده، يعني عادي، ربنا خلقنا قدراتنا مختلفه عن بعضنا، وسبحان الله الاكل يعني اي حاجه على فكره نفس، مش الاكل بس، حياتك في البيت وروحك في وسط عيالك وتطبيقك للغسيل، كل حاجة ليكي فيها لمسة معينة، او يعني بتعمليها محدش بيعرف يعملها بطريقتك، فعادي ان انا اكون بطيئة، دي مش حاجة تعبني، بل بالعكس، يعني انا بتقن الحاجة اللي بعملها، فعادي يعني، معلش استحملوني، كده كده انا بظبط لكم الدنيا بالمونتاج، فبتهيألي مش هتملوا مني ولا حاجة، الموضوع اسهل وابسط من كده بكتير. المهم زي ما انتوا شفتوا كده، حطيت بقى الفراخ، وبعد كده رحت حاطه باقي المكرونه، انا عاينه شويه مكرونه في طبق زي ما انتوا شايفين للاولاد، هم بيحبوا ياكلوها مسلوقه، ما بيحبوش ياكلوها عليها اي اضافات. في ناس كتير بتفتكر ان انا اللي مقصره في يعني اكل اولادي وبعمل لهم اكل معين، لا والله يا بنات، انا عيالي طالعين اصلا نباتيين ونشويين ما بيحبوش البروتين قد كده، ما بياكلوش الاسماك، ما بيرضوش ياكلوها، اللحمه عارفين ملمسها ما بيرضوش ياكلوها برضو، الفراخ كذلك. يعني انا عندي ابني عمر، اعزكم الله، لو مثلا انا هاكله من المكرونه البشاميل دي واول ما تيجي في بقه حته من الفراخ يقعد يصرخ ويعيط ويقعد يقول لي يعني اعزكم الله، والله العظيم زي ما بقول لكم كده. فيعني هو ربنا خلقه كده، هو ما بيحبش الفراخ، ما عرفش في حاجه غلط، ولا فراخ ولا لحمه ولا ملهوش غير في يعني ممكن
نشويات، ممكن يحب الرز، ممكن المكرونه، وبرده مش قد كده فيهم، فهو ليه اكلات معينه بيحبها، عشان كده بضطر اعملها له ان هو ياكلها. بس المهم يا اخواتي، بدأت بقى احط كده ميكس جبن على الوش، ومش قادرة اوصف لكم الاضافة اللي ميكس الجبن ده حطها يعني للاكل كانت عاملة ازاي، على التست بتاعت المكرونة بطريقة مش طبيعية. طعم الجبنة الرومي ظاهر فيها، الشيدر الحمرا ظاهرة، الموتزاريلا والمطة بتاعتها بس مطة ضعيفة برضو، طبعا الموتزاريلا كميتها ما كانتش كتيرة، فكانت تحفة الصراحة. بصراحة يعني طعمها كان رهيب، على تست الاكل. المهم بقى يا اخواتي، دي صينيه المكرونه ويامي يامي على الجمال، تحفه، طالعه رهيبه وواخده وش كده ولون حلو قوي. وبدات اغرفها كده في الاطباق، طبعا اللي متابعني كويس يبقى عارف ان احنا بنحبها سايحه ونايحه كده في نفسها. وهبتدي بقى احط على الوش كاتشب، وكان عندي فيروز اناناس برضو حطيت كده جنب الاكل، وطعمها بقى كان رهيب. يعني اتفضلوا معايا. كفايه يا اخواتي في الحر النار اللي احنا فيه ده، كوبايه الفيروز دي يعني كفيله تفتح نفس اي حد. المهم اكلنا والحمد لله. قلت بقى ايه، هفتني فكره كده اخد عيالي واروق عليهم في الجاردن اللي قدام البيت. بصوا طلعوا روحي، والله العظيم خلوني اقول حق برقبتي. عمر طبعا بقى يجريني وراه زي العيال الصغيره وفرهدني خالص. المهم قعدنا نصايه كده وما استحملتش، وكان فيها شوك كتير بصراحه، فخفت على العيال ورحت واخداهم ورحت طالعه منطلقه على البيت على طول. اديت كل عيل شاور واخدوا اللاله الجميله بتاعتهم، وخلاص بقى كده راحوا كلوا رز مع الملايكه. وحسيت بقى ان انا شميت نفسي شويه وبس. والله يا اخواتي ده كان فيديو النهارده، يا رب يكون عجبكم. ما تنسونيش بدعواتكم ولايكات كتير، واسيبكم في حفظ الله ورعايته. مع السلامه.